امتى اعرف ان الراجل ده داخل في حياة احترافية؟ هو اصلا مش مدرك هو بيمضي عليه. هو كل اللي مدركه البند اللي فيه الفلوس. عدم ادراكه بالمرحله اللي هو فيها يمكن في بني ادم عنده مهاره معينه اتقن فيها جدا تؤهله ان هي دي تبقى من هوايه لوظيفه. دي حاجه انت بتحتاج تدرسها عشان تخش المجال ده. يعني ايه الفرق ما بين المحامي والوكيل؟ الوكيل ده ممكن يبقى محامي اصلا؟ لا. ليه؟ اكتشف ان الورق ده ممضي على بياض. هل هو عرف ولا عدم ثقة في المحامي المصري؟ ده السؤال ده صعب قوي. هو المسمى بقى مرتبط بالمشكله. حتى لو راح لمحامي غير جيد ولكنه راح لمحامي هيلاقيه غير جيد يروح للمحامي اللي بعده. اهلا بيكم في حلقة جديدة من MTC بودكاست. النهاردة الحلقة هتبقى ليها فليفر مختلف، هيبقى طعمها مختلف قوي كده، لان احنا النهاردة هنتكلم على مهنة الراجل الرياضي دي قاضي. حلو. زمان واحنا صغيرين يقول لك ايه ايام الثانويه العامه، طب خلص يا حبيبي مذاكرتك وبعد كده ايه نبقى نشوف هتلعب شوف ايه، مستقبلك. نشوف مستقبلك. انت ايه رايك في المقوله دي؟ مساء الخير اولا. مساء العسل. ايه الاخبار؟ الحمد لله. والله رجوعا على النقطه دي. مهنه حلوه مم. مهنه الرياضي. مم. ومتهيألي تعريف مطاطي محتاجين الناس تبقى عارفه ايه اللي وراه مم. وليه ده شيء مهم ان التعريف ده في الاخر هو اللي هيرسم الطريق اليوم بعد كده. صحيح. فمش هنلاقي حد احسن من يكون حد موجود على الارض شغال مع الرياضيين، ويمكن شغال مع رياضيين توب ليفل، هو المحامي بتاعهم، ومسك لهم حاجات كتير قوي في حياتهم الرياضيه ومهنتهم الرياضيه. معانا النهارده مين يا قاضي؟ معانا النهارده استاذ محمد واصل. اهلا بيك يا محمد. ازيك يا واد؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا شريف؟ انت مين وايه علاقتك بالرياضه؟ انا علاقتي بالرياضه، بص انا مش راجل، مش رياضي محترف. يعني انا كنت بحب الرياضه زي اي حد، كل شويه العب لعبه وبتاع. وبعد ما دخلت حقوق واشتغلت وبتاع عجبني المجال الرياضي، لان هو في شغل كويس، في تعامل مع اشخاص كتير، ده غير ان في جاب كبير جدا جدا في المجال ده اللي ربطني بالرياضه. انما انا بالنسبه لي الرياضه زي اي حد مصري، بني ادم طبيعي، كل شويه يلعب لعبه، شويه يلعب سباحه، شويه يلعب فروسيه يعني. انما مش رياضي محترف وبطلت وبتاع، لا خالص. ولكن انا يعني عندي شغف ان انا كنت اخش المجال ده من الماركت بتاعي. هل الشق القانوني في قوانين الرياضه اللي دعوه باللعيبه دي حاجه انت بتحتاج تدرسها عشان تخش المجال ده؟ طبعا. مش اصلا مش طبعا، زي قانون، زي اي لوائح، اي قواعد. فانت عشان تخش المجال ده محتاج كنت تذاكر له، يعني اللي هو حاجه في الاخر مش حاجه انت عارفها في الاساس. لا ما لهاش علاقه. بص، هو انت اللي انت بتدرسه في الجامعه ده حاجه كاساس القانون، البيزك بتاع القانون. انما الحياه العمليه كل ماركت وليه شروطه وليه قواعده وليه الرولز اللي بتتحكم فيه وليه طريقته وليه صياغته وكل حاجه. انا فهمت كده ان انت درست حاجه ليها دعوه بالقانون الرياضي. واخد دبلوم في القانون الرياضه من CIS ومن الفيفا وجامعه القاهره. دلوقتي كأي وظيفة موجودة في الدنيا، محامي، دكتور، مهندس، أنا بدايتي مع الوظيفة يا واصل يوم ما بروح الشركة وبمضي على عقد، سواء بقى بتاع الاتش ار اللي بيمضيني عليه، سواء بتاع الليجا اللي بيمضيني عليه. بس في الآخر لو أنا هاخد الوظيفة بطريقة احترافية أنا بمضي عقد، صح؟ فكرة إن الرياضي كمان يحترف بقى الوظيفة دي، إمتى أعرف إن الراجل ده داخل في حياة احترافية؟ الوظيفه هي وظيفه، ولكن في الرياضه من واقع العمل اللي احنا ان الوظيفه ديت بتبقى نابعه من مهاره او موهبه عند شخص او بني ادم. تمام. بتتحول لوظيفه، هو مش منتج او مشروع احنا بنعمله. خلاص. هي في بني ادم عنده مهاره معينه اتقن فيها جدا تؤهله ان هي دي تبقى من هوايه لوظيفه. خلاص. زيها زي اي مشروع او اي بيزنس في الدنيا، ليه اصوله، ليه قواعده، ولكن بيختلف ان انت بدل ما بتدير مؤسسه انت بتدير عقل بني ادم. ماشي. يعني لما بنيجي نتكلم مع الرياضيين، او بنيجي نتكلم مع لعيبه او ايا كان السن، هو انت بتدير مخ، بتتعامل مع مخ. فهو على حسب درجه الوعي اللي هو فيه، درجه الوعي دي هي اللي بتحدد له هو هيروح فين. هل دي هتتحول من هوايه لوظيفه ولا مش هتتحول من هوايه لوظيفه. وفي ناس رياضيين كتير بدون ذكر اسماء اللي بيجي يقول لك لما تيجي تتكلم معاه في قصته يقول لك انا دخلت والله اللعبه دي بالصدفه، ده انا كان نفسي طول عمري العب كوره بس والدتي دخلتني يد فبقيت بطل مصر في اليد.
في نقطه انتوا سمعتها من الحلقات اللي فاتت بتاع ان الصلابه الذهنيه هي دي اللي بتتحكم في مخ البني ادم، مش احنا اللي بنتحكم فيه، هو اللي بيتحكم في المخ، احنا بنقنن له اللي هو عايزه. حلو قوي. بتقنن اللي هو عايزه امتى النهارده لو انا مثلا ولي امر او حتى لو رياضي، امتى اعرف ان انا محتاج امتهن بقى وظيفه الرياضي؟ ده السؤال ده صعب قوي، خلي بالك السؤال ده ممكن يزعل فينا الناس وممكن يبسط ناس. بس انا هنا واصل، انا عايز اقول حاجه قبل ما اسمع اجابتك. هو لان اعتقد مصر بالبلاد اللي احنا عندنا عقود قانونيه في سن صغير، يعني يمكن بره الوضع مختلف، انا مش متاكد. بس احنا هنا في الناشئين الولاد بيتعمل لهم عقود، الولاد والبنات. فده باي ديفينيشن، ده بالتعريف هو ده خلاص، ده بقت شغلانه، بقت مهنه. فبرضه احب اسمع منك انت نقطه التحول دي بتيجي امتى فعلا؟ هقول لك حاجه، هو مصر كده كده طول عمرها مشهوره ان في مواهب كتير، وان احنا زي ما بيقول مصر ولاده. خلاص، انا بكلمك من واقع رؤيتي او الماركت اللي انا عايش فيه. احنا عندنا مشكله ان انت النهارده ممكن تجيب واحد، مثل بلدي يعني، ممكن تجيب واحد النهارده مهارته عاديه بس هو عمل من الفسيخ شربات بقى عالمي، وممكن تجيب واحد عنده شربات، عنده مهاره عاليه جدا بس هو حولها لفسيخ. هي على حسب المخ. يعني انا النهارده العقود دي عندنا فيها مشاكل كتير جدا، لان اللي بيصنع العقد واللي بيعمل المشكله في العقد هو الرياضي نفسه. يعني دي المشكله اللي بتقابلنا انا. تيجي مثلا تلاقي واحد وصل نجاح كبير جدا، مش مشوار طويل جدا، بقت العروض الفلوس بتكتر، عدم ادراكه بالمرحله اللي هو فيها يمكن. يعني فرحه النجاح بتحسس البني ادم برضو ان هو ممكن يفقد السيطره عن نفسه. فلما بنيجي نخش بقى في المجال العملي تلاقي مثلا النهارده هو بيمضي على عقد، هو اصلا مش مدرك هو بيمضي على ايه. هو كل اللي مدركه البند اللي فيه الفلوس، اسم النادي اللي انا هلعب فيه، الشهره اللي انا هعملها. انما لما بتيجي بقى تحصل مشاكل يجي يطالب بحقوقه، لا. يعني في انديه كتير برضه بدون ذكر اسماء بتيجي النهارده بتحط لك بند ان هو لو اخطا هي من حقها ان هي تفسخ العقد من تلقاء نفسها. بعد كده لما بيجي هو على اقل سبب وبيجي يحصل كده بيجي يقول لي اعمل ايه. هو ازاي واصل اصلا بيوصل للمرحله دي؟ وده بصراحه أنا يعني عايز اسال بيه سؤال، لان انا فعلا ومتهيأليش ان برضه ان قاضي عارف الفرق الواضح. يعني ايه الفرق ما بين المحامي والوكيل؟ الوكيل ده ممكن يبقى محامي اصلا؟ لا. ليه؟ الوكيل ده ليه لائحه بتحكمه، دي وظيفه. يعني الوكيل دوت ما بيبقاش كده اللي هو انا، ودي برضو موضوع مهم جدا، يعني بنواجه فيه مشاكل كتير. الوكيل ده راجل بيبقى فاهم يعني ايه اداره رياضيه، بيعرف يقود الشخص دوت من الناحيه المهنيه مش الرياضيه. هو مش مدرب، خلاص. بياخده يحافظ على منظره، يجيب له العروض بتاعته، يتفاوض، يتفق مع الناس، يهتم بمواعيده. هو زي ما بيقولوا ايه، زي وكيل اعماله، ولكن هو المسمى بتاعه وكيل لاعبين. ده ليه لائحه بتحكمه، الوظيفه دي ليها لائحه بتحكمه، ليها قائمه في الاتحادات المحليه في الدول، بيبقوا مسجلين ومنشرين وكل حاجه وبنبقى عارفينهم وكل حاجه. المشكله عندنا بقى في مصر في حته الوكيل دي، مثلا ان انا النهارده رايح بلعب كويس جدا، فمدرب شافني رزق بتاع ربنا، تعالى هاخدك من نادي كذا هوديك الاهلي. طيب مين وكيلك؟ ابن خالتي اولى، صاحبي الانتيم اولى. ايه ده انت مش تاخدني معاك؟ هو انا بتاع، طيب انا اسف، هل انت عندك الخبره ان انت تروح تقعد تتفاوض؟ طيب ابن خالتك ده عنده الخبره ان هو يروح يتفاوض، ان هو يروح يعرف حقوقك اصلا، يعرف التزاماتك اصلا؟ احنا رايحين نقبض الفلوس وانت تلبس التيشيرت. طب لما بتحصل لا مشكله ونطلع في السوشيال ميديا وخلاص بقى كوسان بس طيب. خلاص الدنيا باظت بقى خلاص. الحب والكره عند البني ادمين بتاخد سياق اكبر من الحب والكره. يعني انت النهارده معلش، انا بحب شريف جدا، ده راجل انا بشتغل معاه واخويا انا تعبت وانا اروح للدكتور ولا اروح لشريف؟ المفروض اروح للدكتور. انما انا عشان بحب شريف وكلته في القصه دي، هل هو كفء؟ هل هو جيد؟ هل هو يقدر يعمل وعلى ده؟ فكره الحب بيتحكم كمان في الخبره. يعني انت النهارده في دكتور انت بتحبه محدش بيروح له غيرك، هو راجل خبرته ضعيف بس انت بتحبه، طب بيعالجك غلط مش مهم. يعني مش دي المشكله. انا النهارده
رايح له عشان حبي، هو العاطفه هي اللي بتشدني. المشكله ديت بقى لما بنيجي العقود دي التزامات وواجبات. انت النهارده لما بتيجي تخش في مؤسسات، يعني في اسماء كبيره جدا على الصعيد المحلي والدولي، الناس وصلت لليفل يعني رموز. النهارده هم فين؟ مش موجودين اصلا صح. بسبب ده. بسبب ايه؟ معلش يعني حاسس انت بتقول يا واصل المعلومه دي عن استحياء، ما تقولها كده. يعني انا هديك مثل بس بدون ذكر اسماء خالص خالص. انا كان عندي حد راجل ليه اسم كبير في مجال الرياضه يعني. كان لعيب وقتها. كان لعيب وقتها وكان ساعتها في قمه مجده ونجوميته يعني. بيحب واحد بيساعده، راح خلاه وكيله. ماشي، الراجل راح له التمرين عادي جدا عادي. يا كابتن عايزين نمضي، اداله الورقتين بتاع. ليه يا ابني؟ اصل النادي عايز يثبت ان انا وكيلك. قال له طب هات، واحنا في التمرين بنجري. اكتشف ان الورق ده ممضي على بياض من غير حل. فالراجل خد الورق، ملا بقى اللي نفسه فيه وبتاع. لما جينا حصل مشكله راح رفع قضيه. وصلنا بقى لايه؟ ان الراجل دفع الفلوس والالتزامات للوكيل اللي هو مش وكيل اصلا. ارجع بقى للاساس، انا العاطفه الثقه. لا، انا كواحد، انا شارك 1,000,000 واحد، اشتغل مع 500,000 واحد، ولكن كل حاجه تمام ورقه وقلم. يعني ايه المشكله لما انا ابقى راجل زي ما انا ببقى واعي وشاطر جدا ومركز جدا في مهارتي؟ طب ما انا حافظ على نفسي وحافظ على مهارتي. وكأنك هنا واصل، يعني اللي انا واخده من كلامك هي ان في الاخر مهم ان اللعيبه تبقى مدركه اهميه الجزء القانوني في اللعبه، ان لازم توكله لحد صح. والموضوع في الاخر مش حب وكره، ده كفاءه ومهنه ليها ناس مختصين لازم يهتموا بيها. ولكن تاني معلش هرجع برضو لورا 10 دقايق. امتى؟ يعني انا حاسس كل القرارات اللي انت بتحكيها دي لعيبه عمرها ما اتعاملت مع محامين قبل كده. تعامل اللعيبه مع المحامين ده مؤخرا. حلو قوي. ما هنا بقى انت من تجربتك على الارض، امتى السن اللي المفروض يخش فيه مهنة المحامي او المستشار القانوني للاعب؟ هل ده مع اول عقد، مع تاني عقد، مع العقد الاحترافي، مع ايه؟ يوم ما ابقى انا في البيت وقاعد مع بابا وماما بقرر ان انا احول هوايتي لوظيفه واحترفها، هو ده القرار اللي انقي المتخصص اللي يبقى تماشى معايا. ما هو ممكن يقول لك بابا، هي دي المشكله. خاله. انا النهارده راجل محامي واشتغلت في مجال الرياضي، وابني النهارده لعيب خلاص وعايز يحترف. لما انا هاجي النهارده اقعد، انا عندي اكسبيرينس في المجال ده، ف اوكي. انما مش اي اب، اصل هي يعني مش اي اب، مش اي اخ، مش اي ام، مش أي يعني. انا النهارده طالما تعبت لحد هنا، يعني انا النهارده لما بيجي عندي مثلا ابني عنده نقص في اللغه العربيه مثلا، في اللغه الانجليزيه، بروح اجيب له مدرس، ما بقعدش اعلمها له انا، ما بقعدش اذاكر له انا. انت فاهم؟ فيوم ما انا اقرر ان دي تتحول من هوايه لمهنه، لازم اختار الطريق الصح واروح للمتخصص بتاعها. وانت شايف واصل ليه سبب الثقافه دي عندنا في البلد؟ هو استسهال. انا مركز في حته معينه، عارف انت اللي هو ايه، زي الام كده اللي بتجيب بيبي، اقعد اكله عشان اشوف البيبي مبقلص كده وحلو كده، وشوف يقولوا ايه ده، دي عامله اللي عليها. بس انا مش عايزه اعمل مجهود في ان انا انقي العناصر الغذائيه اللي تخش اللي تفيده فعلا. يعني تلاقي مثلا بيبي عنده سنه سنتين بياكل بط ومحشي وملوخيه، في حين ان ده يعني مش صحي خالص. انت فاهم؟ هو يعني مش عايز اقول هو عرف تماشينا عليه، ثقافه متربين عليها. تسمح لي اسالك سؤال؟ هل هو عرف ولا عدم ثقه في المحامي المصري؟ مع احترامنا للمهنه بالكامل، هي مهنه زي مهنه، مع احترامنا لاساتذتنا واخواتنا وانا اقل واحد فيهم، ما منكرش. ولكن هو احنا اتعودنا ان المحامي ده راجل بتاع مشكله، ده المشكله. فانا ابتدى يتولد زي ما انت كده باجي اتكلم يقول لي، تقول لي انت ذهنك ابتدى يتولد فيه فكره، فابتديت تحس ان هي حقيقيه. هو احنا طول عمرنا يعني تولدنا ان المحامي ده انا ما بروحلوش غير في المصيبه، في الكارثه.
فابتدى يتولد شعور في وسط الناس كلها ان هو بقى هو الكارثه. يعني انا لما باجي مثلا نقعد مع ناس، اول ما يسمع ان انا محامي يقول لي ليه، اقول له ليه يعني مش فاهم، يعني مش فاهم ليه يقول لي ايوه يعني ليه وجع الدماغ، ليه المشاكل. فده احنا متربيين عليه سنين طويله جدا جدا، انت فاهم. ولكن هي مهنه فيها الحلو فيها الوحش، فيها الكويس وفيها المتوسط وفيها الضعيف، زيها زي اي حاجه، زي اللعيبه بالظبط. في واحد مهاري جدا، في واحد مش مهاري، في واحد وسط فيها، ولكن هو المسمى بقى مرتبط بالمشكله. انا اوكي. عاجبني قوي الزاويه دي، ان هو فعلا مم. انت بتروح له مم. بمشكله كبيره، مم. فعشان المشوار بقى تقيل على قلبك اصبح عندك المفهوم بتاع ان هو المشكله. وانا كان قصدي بالسؤال ده مش عشان اشكك طبعا، زي ما واصل قال كل حته فيها الحلو فيها الوحش، بس انا كان سؤالي اكتر للناس اللي سامعيننا. هو انا كراجل رياضي انا محتاج اثق في مين، ومحتاج اروح للمحامي ليه قبل ما اقع في المشاكل اللي هو بيقول عليها؟ يعني هي دي الحته اللي انا كنت بتخيل هي دي المهمه للراجل الرياضي. يعني انا قبل ما اروح في المشاكل وقبل ما اروح في القضايا انا محتاج امن نفسي. انا لازم ابقى مدرك ان انا خلاص دي ما بقتش هوايه، انا مش نازل العب في الحاره ولا نازل العب ورا العماره، انا دي خلاص بقت شغلانتي، ده بقى اكل عيشي. انا جالي حد المكتب لطيف جدا، راجل رياضي لطيف جدا، الراجل ما عندوش مشكله اصلا، بس هو طلب مني طلب غريب جدا. قال لي انا عايزك تعمل لي تشيك اب على حالي. قلت له يعني ايه تشيك اب على حالي يعني؟ قال لي يعني دي ورقي ودي عقودي ودي حاجتي، وانا عندي شركه عاملها، شوف ايه الغلط نصلحه. فلما رجعت قلت له عندك خطأ هنا وخطأ هنا وده ما فيهوش خطأ. عارف اكنك بالظبط رايح للدكتور تقول له انا عايز اعمل تشيك اب، فيقول لك اعمل لي تحاليل ده صوره دم كامله وبتاع وسي بي سي وبتاع. بس ده واحد، ده نابع من ايه؟ ان هو اصلا طول عمره عايش بره. صح. طيب عشان كده بقول يا صح. واصل الثقافه مختلفه، احنا محتاجين نعمل ايه عشان بدل ما يبقى واحد ولا اتنين يبقوا 100 و200 و300؟ انا اتمنى مصر كلها. اوكي، طب انت تقول لهم ايه بقى عشان يتحولوا؟ يعني انت برضو ما انت جزء من المنظومه دي. انا ابقى مدرك انت النهارده كراجل رياضي ببقى لازم ابقى مطالب مني ان انا ادرك اللعبه دي قوانينها ايه. انت النهارده طالب، يعني معلش انا جاي اقدم لك خدمه لعبه وجاي هاخد منك فلوس، طب ما يعني 5 دقايق بس. يعني مش هقول لك روح ادرس قانون وتعالى اعمله 5 دقايق. فكر الورقتين دول انت هتفهمهم ولا مش هتفهمهم؟ هتعرفهم ولا عندك درايه بيهم ولا ما عندكش؟ لا ما عنديش، هروح لحد مش لازم يبقى ولا ليفل عالي ولا حد يبقى متخصص، مش اي محامي برضو. خلي بالك عشان احنا عندنا المحامين عاملين زي ايه الصيادله كده، انا سخنت فاقوم نازل للصيدلي لو سمحت بتاع، خلاص ده دكتور شاطر. لا، بس اللي انت بتقوله هنا يا واصل معلش، هي دي، ما هي دي الدرجه، دي الخطوه الاولى. حتى لو راح لمحامي غير جيد ولكنه راح لمحامي هيلاقيه غير جيد، يروح للمحامي اللي بعده. انت النهارده لما تروح لمحامي بيشتغل في القانون الرياضي، يطلع خبراته ضعيفه يطلع كويس يطلع ناجح يطلع شاطر، وتنتقل لمحامي تاني بيشتغل في القانون الرياضي، الموضوع ده مختلف تماما عما انت تبقى رايح لمحامي كده ويبقى هو بيشتغل شرع جواز وطلاق وانت اول واحد تبقى رياضي معاه، وبعد كده تاخد الشغل منه تروح لمحامي تاني. يعني ما ينفعش اروح لمحامي الدكتور قصدي عظام وانا عندي مشكله في القلب، او واخد بقى العلاج ده وطالع للدكتور في القلب هيقول لي انت جاي منين؟ لا مفهوم. بس هو هنا ليه بقول ده؟ لان هو في الاخر لو احنا تاني بنربط ده بالمنتل تافنس بتاع اللعيب، هو قليل من الوعي والادراك زي ما انت بتقول يدرك ان هو الحته دي مش حتتي، فده السلام عليكم وعليكم السلام، وبناء على ان هي مش حتته هيوكلها لواحد حتى لو كان اختياره مش احسن اختيار، ولكن ده طريق هو ماشي فيه. هنجرب بعد كده نروح لواحد احسن، نروح لواحد احسن. ده شخص احسن بكتير كوضع من واحد قرر من الاول انا بعرف اعمل الحته دي او انا مش شايفها. سيبك من المحامي خالص، انا حتى النهارده عندي حلم عايز احققه، بس انا ما عنديش فن التفاوض، مش عارف اتفاوض، مش عارف اقعد بتكسف اتكلم في الفلوس مثلا. طب ما انا هجيب حد يبقى عنده فن التفاوض، راجل وكيل معتمد، اخده اروح بيه يجيب لي حقوقي، وهو كده كده هياخد فلوس. هو مش هيجي بص، مش هيجي زكا، بس ده شغلته تخصصه. يعني انت النهارده لما بيبقى عندك فرقه هتجيب لعيب كوره، هتروح تجيب لعيب كوره، مش هتجيب ابن خالتك. انت فاهم؟ طالما هخدم دي هقدم دي فهجيب المتخصص بتاعها. لما هجيب مدافع هروح اجيب مدافع، مش هجيب مهاجم اقعده اصل هو بيعرف يزق الكوره فهخليه مدافع بس.
انا وجهة نظري ان دي هتبقى افضل جدا في بداية مشواره، تبقى نابعة من الاهل، انا بعلمه يروح فين. وقوفا عند الاهل، وده سؤال انا فعلا ما اعرفش اجابته يعني، وهحطه على الترابيزه كده وخلينا نتكلم فيه كلنا. هل النهارده يا واصل في مرجعيه سواء لاولياء الامور او الرياضيين في الحته اللي انت بتقول عليها دي، بتتكلم عليها دي؟ يعني هل في مثلا ويب سايت، هل في صفحه، هل في ادور فين، اروح لمين؟ كل حاجة موجودة. انت النهارده لا على النت، خش اعمل سيرش على النت، هتلاقي كل عايز تنزل قانون الرياضه كله تقراه، عايز تاخد امثله بتاع، عايز تاخد يعني. بس خلينا ننزل على الارض. انا النهارده في كفر الشيخ في آه. مركز جوه قريه حلو، وابني لعيب جيد عنده 10 12 سنه يجي منه وبيلعب وجاي له عقد وجاله عقد في الاتحاد السكندري في اسكندريه، وهنروح بقى احنا ايه وراه آه. خلاص. انا النهارده اروح لمين يعني انا وانا بشوف عقد نادي الاتحاد ده ما نعمل ايه؟ هي دي الناس، هي هم دول قرايبنا يا واصل، هم دول الفكر. الشريحه الاعظم من الرياضيين. ابسط حاجه، الرياضه بتاعتي ليها اتحاد. نتكلم مثلا عن الكوره، اتحاد الكوره، انا لو خدت بعضي ورحت اتحاد الكوره، صباح الخير، انا والد لعيب وحمدي، ممكن اسال، ما في، انا في وكيل، في حد، طب لو في محامي بس اساله سؤال يراجع لي ده. انا النهارده لو راجل مش موجود هقول له في فلان شغال كذا، بلاش. لو دخلت على النت قلت انا عايز محامي رياضي، هل فعلا في الاتحاد في وكلاء طبعا. محامين موجودين؟ آه مفيش لستة محامين، في لستة وكلاء. بص، مم. في لستة وكلاء، مفيش لستة دول محامين. مسجلين في الاتحاد وكلاء يعني في لسته وليها لائحه بتحكمها، وليها شروط، وليها طلبات لازم تتطلبها عشان تاخد اللايسنس بتاعتها، كل حاجه. انما المحامين بطبيعه الامر ده المكان المرجع للرياضه دي، فهم بيبقوا عارفيننا واحنا عارفينهم. طيب الراجل قاعد جوه مش عايز يفيد ولا عايز يقول له روح فين، ده راجل شؤون القانونيه في الاتحاد. لو دخلت طلبت بس يا فندم انا عايز اقابلك، عندي مشكله، اسال سؤال، عندي استفسار قانوني بشكل عفوي، شكل عاطفي جدا، الراجل لو مش عايز يفيده هيقول له طب بقول لك ايه، في محامي كذا، بلاش. هخش على النت اكتب مثلا فلان فلان، بلاش. برضو النادي نفسه، وانا في النادي نفسه واحد في الاداره تعرفش محامي كويس وبتاع، يقول لك روح هنا. احنا هنا في مصر عندنا مثل من قديم، لا يقول لك ايه، اسال ما تتوهش. بس المشكله ان احنا ما بنسالش وبنيجي نقول ايه، ما اصل ما فيش حد. في كلمه كده سمعتها مره في يعني في محاضره، ان في نوعين من الناس بيقفوا عند مستوى معين وما بيتطوروش. اول نوع اللي فاهم نفسه عارف كل حاجه، والنوع التاني اللي بيتكسف يقول انا ما اعرفش. فده فهو ده يعني هو ده مربط الفرس، اللي هو يا جماعه كلنا عندنا حاجات ما نعرفهاش، نسال، نروح لاهل الخبره، اهل الكفاءه، نروح يعني اهل الاختصاص يعني. بس بان احنا ذكرنا ابتدينا في التحديات يا واصل دلوقتي، والتحدي الاول عند اي ولي امر او عند رياضي بيمتهن وظيفه الرياضه، ان هو مين السبورت سيستم بتاعه، او مين الدعم او نظام الدعم بتاعه. ايه تحديات انت شايفها تاني من وجهه نظر قانونيه بقى للناس الرياضيين على الارض؟ ايه التحديات اللي بيقابلوها؟ تعالى كده ندي مثل العالم كله بيضربه، محمد صلاح. الراجل النهارده هو وصل ان هو بقى مركز في الرياضه بس، ومحمد صلاح ناشئ ناشئه مش عايش بره، هو ناشئ زي وزيك وزي الناس وقرايبنا واخواتنا، من قريه في محافظه، بس هو عرف يكسر الصلابه الذهنيه، فبقى هو مركز في اللعبه بتاعته، في وظيفته، في مهنته، وسايب المتخصصين كيان كامل بيديروا بني ادم. هو ده المشروع، هو ده الشركه. النهارده محمد نايم، بس اسم محمد صلاح طول ما هو نايم ما شاء الله طبعا بيحقق ارباح، بيحقق نجاح، بيحقق مش ليه هو، للجميع، لكل اللي حواليه. ده نابع من ايه؟ من هادي، ان الناس لازم تركز. طب انا عايز بقى اسالك سؤال، انا بقى النهارده بتعامل مع الرياضيين كمشاريع، اكسر الصلابه الذهنيه دي ازاي؟ انت قصدك تكسر الشيلد او الايجو بتاعه، زي اللي هو الايجو بتاعه اللي هو لابسه ده، اللي هو يا معلم انا اسف يعني
انت محامي وانا لعيب كوره، ولعيب كوره ده اجمد، وانا مش محتاجك، وانت عايزني مش أنا اللي عايزك، صح؟ ده قصدك؟ ماشي، ده واحد. هو انا هكمل على واحد، مش هنخش في اتنين. في تحديات، لان انا خلي بالك برضو انا غصب عني، انا بني ادم. حتى لو انا مركز وشايف انا رايح فين، يعني بضعف. انا بقى معايا فلوس كتير، انا معايا شهرة، الناس عايز تصور معايا. صح. فمع كل احترامي، حتى لو انا شايف ان انا محتاج المحامي، لا، فهو مش الرانك بتاعي، هو ده أداة بتساعدني. انا بكلمك بكل اريحية، تمام. ف هو محتاج يهيأ ليه، يعني ان الرياضي فعلا اللي هيمتهن المهنة دي يبقى عنده نسبة شوية من التواضع، عشان يوازن ما بين الغرور والتواضع بتاعه. انا مش موافق معاك بالغرور والتواضع. ليه؟ لان انت النهارده الغرور والتواضع ده بعد ما انا ما بوصل للنجاح. يعني في حاجه كده انا كنت فاكر، كنت قاعد بدردش معاك فيها، قلت لي انت ممكن توصل لنجاح، ماشي، ولكن اللي صعب هو الاستمراريه في النجاح. انما الوعي ده بيبقى صعب في الليفل الكبير شويه، الا لما هيحصل له مشكله، هيواجه موقف. انت فاهم؟ يعني ما ينفعش تطلعني في 7 سما. ليه؟ لان احنا عندنا ثقافه ما انا عملت، انا اللي وصلت. ما ده كان قصدي بالغرور. ولكن الوعي الحقيقي هو في بدايه المشوار. في مقوله كده يقول لك ايه، اصل الوقايه خير من العلاج. طب هو انا اسس الاول عشان ابقى اعمل وقايه، ما يبقاش انا الجهاز المناعي عندي زيرو واجي اقول لك اصل انا هعمل وقايه، ما انا مهما خدت فيتامينات مفيش. انما انا مؤسس نفسي كويس، لما اخد فيتامين انا بحافظ. يعني هقول لك على حاجه هنا، انا بحس البني ادمين دايما في محفزين، في الترهيب والترغيب. فانا والله عايزك تروح لمحامي، ممكن اقول له انت هتروح لمحامي عشان مع المحامي هتكسب 1 2 3، او انت محتاج تروح لمحامي لان لان من غير محامي انت هتخسر 4 5 6. هتخيش في واحد. بالظبط يعني. بص انت قلت، فقصدي ان يعني معلش سوري يا اتفضل. واصل، ان حته، طب انا النهارده التحديات انا عايز على الارض بقى، اللعيبه دي بكلمه شريف ممكن تخيش في ايه لو حاجات كتير جدا. ما عندهاش محامي؟ تخيش في حاجات كتير جدا. ادينا بقى ايه 3-4 امثله من الحاجات اللي ممكن بص، تخيش فيها. غير يعني هديك امثله، بس هو اي حاجه في الدنيا طالما انت استسهلت فيها هو انت لازم هتخيش. ده مبدا انا كمان. دخلت قضيه، ما انا ده بقول لك مبدا اهو، عادي. انا دخلت قضيه ومستسهلها، مم. دخلت ماتش ومستسهله، هخيش. انما مثلا انا راجل النهارده عندي 17 سنه، حلو قوي. ماشي. طب انا هكبر لك المثال اكبر. انا اب عندي ابني 17 سنه، هايل. ولد موهوب موهبه مش طبيعيه، الانديه بتجري وراه. ابتديت انا كأب اللي انا مسؤول عنه وبربيه وبوعيه، ابتدى عندي يطلع نوع من عارف يعني اعتزاز بموهبة الولد. ماشي، اوكي، حاجة جميلة، مش مشكلة. طيب رايحين بقى نقعد مع نادي، تعالى بقى احنا كمصريين نقعد معاه، اقول له طب انت هتقعد تتناقش معاهم في العقد من غير ولا وكيل؟ وكيل ايه يا عم؟ ده انا موضوع- ابوه. انا ابوه. طب محامي راجع العقد يا عم، مش مستاهله، احنا لسه هنأخر، ده قالوا لي هيطلعوا لي شيك دلوقتي. طيب النهارده بقى 17، النهارده بقى 22، الولد واقف هنا، جاله عرض بقى تاني، خلاص. طب انا عايز اروح، لا ازاي؟ اللي بص إزاي؟ على العقد الاولاني هو اللي يبص على العقد الثاني اصلا نفس ما الوقت. حدش بص. ما حدش بص. انا رحت مضيت عشان اخد الشيك وابني بيلعب صح. في نادي كذا. صح. طب انا عايز بقى اروح هنا، يعني انا عايز بقى من ليفل، يعني انا بلعب في مثلا درجه تانية، فجاه جالي احتراف في انجلترا. طب انا عايز اروح انجلترا، تلاقي بقى النادي بتاعك حطك ماضي معاك 5 سنين، لا والله ما ينفعش، انت بتاخد مثلا 100,000 جنيه في السنه، احنا حاطين عليك شرط جزائي 10 مليون جنيه. فده مأثر عليك لما انت بتروح بره تتفاوض معاهم في الرقم. صح طبعا. انت جاي له ولما بتيجي تروح بقى تتفاوض، انت اصلا مش مدرك اللي انت ماضي عليه. فبيجي بقى لما يجي يكلم النادي بتاعك عشان ياخد بقى الكارت بتاعه ويبدا يقول له لا مفيش شرط جزائي، يقول لك ايه ده اللعيب بيكذب عليا ووالده ما قالوليش ان في شرط جزائي، الموضوع باظ. فبيحصل عندك يتولد بقى هنا، انا طلعت لقمه النجاح وفجاه بتفقد كل ده بيأثر على الرياضي ان ممكن فعلا يبطل رياضه اصلا. دي حقيقة طبعا. هو أحداث جاله زي دي هيفقد وظيفته.
في غاية هيفقد الخطورة. ايه وظيفته. زي الشركه، انا بعمل شركه مم. طلعتها 7 سما، مم. ما اهملت الضرايب مثلا، مم. الضرايب حجزت على الشركه، كل ده راح. طبعا. مليون في المية. طيب غير العقود، يعني حلو قوي عقود اللي هي العقود الرسمية اللي مع النوادي، النادي اللي هو بيلعب ليه. طيب ايه تاني؟ ايه تاني قانونيا انا والله محتاج يستدعي وجود محامي ياخد باله كل من حاجة. الملفات دي؟ كل حاجه. زي ايه؟ زي يا قاضي اسمك. لا انا ليه معلش أيوة. انا ليه بسالك، لان انا عايز الناس الحته دي تنور عندها الناس الرياضيين، مهم يدركوا اهميه الجوانب دي، وان هي مسمعه في كل، زي ما انت بتقول فعلا في كل حاجه، بس هم عارف محتاج اللي هو ايه، تقول الحاجات دي عشان والله احنا إيه هنقول يمكن الناس تاخد بالها. هنقول بس هي المشكله في الاتعاب، انت فاهم يعني. دي مشكله المحامين، مشكلتها في الاتعاب. نقول كذا ده بس هنشوف بقى بعد الحلقه، نبقى نشوف الموضوع ده مع شريف عشان شريف بيفاصل كتير. انت عايز ايه من الرياضي المحامي؟ مش انت كشخصك كصفتك كمحامي، ايه التحديات اللي انت بتقابلها مع الرياضي دلوقتي؟ يعني احنا قلنا الرياضي بيقابل تحديات ايه، احنا عايزين نشوف المحامي المصري بقى ايه تحدياته مع الرياضي. الصلابه الذهنيه، فكر ان انت النهارده الشخص اللي قدامك، اصل انت ما بتتعاملش مع مؤسسه، بتتعامل مع عقل واحد، هو الكيان، هو الكور نفسه، المرونه، مرن، مش عشانه، فاهم؟ قابلت واحد بدون ذكر اسماء طبعا ما كانش مرن كفايه، ما كانش مدرك كفايه، ما كانش واعي يعني. طب انا اديك مثل واحد مرن الطف، ماشي، اتكلمنا عن يعني التحديات والمشاكل وعدم المرونه والصلابه وانا شكلي اصلا مش هعرف اخش ولا نادي ولا لعيبه تاني وانت هتفاصل في الاتعاب في الاخر. انت النهارده المرونه لما بتيجي تقعد مع رياضي تقول له انت النهارده العلامه التجاريه بتاعتك هي ايه؟ اي شركه اي منتج بيبقى ليه علامه تجاريه، انت علامتك التجاريه اسمك. طيب لما نعمل حمايه قانونيه لاسمك تستغله، الناس تستغله. لما تيجي تعمل اعلانات، ماشي، انت حاطط النهارده بادجت معين، نبدا نقننه، عندنا ضرايب نقدر نقننها نوضحها، خلاص. عقود مع الانديه، تيجي ساعات رياضيين يجي يقول لك ايه، انا بجانب ان انا رياضي انا عايز ابقى بيزنس مان. وفي رياضيين كتير جدا ناجحين نجاح ما شاء الله ساحق في لا عملوا فلوس اصلا من الحياه التجاريه اللي بره الرياضه، يمكن جميل. اكتر ما عملوها كلاعب بكتير، بس البيزنس الخارجي ده مبني على ايه؟ على اسمه في الرياضه. جالي شخص مرن قال لي قول لي انا كل حاجه في مهنتي ايه اللي يسمح لي ان انا أأمنه قانونيا. فقلت له 1 2 3 4 5، اسمك، عقودك، اعلاناتك، ماشي، رعايتك، العقد اللي ما بينك وما بين وكيلك، خلاص، العقد اللي بيتسجل في الاتحاد ما بينك وما بين النادي، عقد الوكيل اللي ما بينك واللي ما بينه وما بين النادي، ماشي، لان في بعض الوكلاء بيبقى معاهم مثلا مجموعه لعيبه فبيعملوا عقد مع النادي، خلاص، وده بيبقى مسجل في الاتحاد. خلاص البيزنس بتاعك نفسه اللي متعلق بالكوره، في مثلا شركات، يعني مره جالنا عقد ان شركه قالت لك انا هبقى راعي اللعيب بس في حاجه واحده، ان احط اسمي، ماشي، على الشراب، على الشراب بتاعي. طيب شفت انت بتضحك ايه؟ لا خالص، ملايين، انت بتتكلم في ملايين، عقد ملايين. انا عايز احط البراند على اللعيب ده، اللعيب ده متشاف وعلى الشراب قال لك انا هحط بتاع، انا مش براند شراب. فعقد زي ده هتكتب ايه؟ شراب. يعني صح؟ هو هيعمل ايه؟ انا عايز اخد الشيك وامشي. طب بلاش، ما بعد بقى ما بنخلص الالتزام اللي علينا، انا النهارده خدت شيكاتي وخدت فلوسي وقدمت التزامي، ماشي، الشركه بتيجي تقول لك ايه بقى؟ في حق استغلال. ما هو انت العقود، يعني انا مثلا بند زي الاعلانات، النهارده انا مضيت ان انا هعمل اعلان لشركه، خلاص، انا كرياضي مش في مده، طب المده خلصت، خلاص، مظبوط. طيب تيجي بقى انت تيجي بعد ما بيخلص وتاخد انت فلوسك، يوم هو مضيك على حاجه مثلا ورقه زي براءه ذمه، يوم كاتب فيها بند ان هو يحق ليه الاستخدام لمده 5 6 سنين، فانت بتمضي، انت خدت فلوسك ومشيت. لما تيجي تحصل مشكله يقول لك لا ده انت هنا. النقطه دي انت كان حصل لنا مشكله من كام سنه
محمد صلاح يعني المشكله الناس كلها عارفاها ايام كاس العالم وعقود الرعايه مع شركه وصورته لما كانت على اتصالات الطياره وصورته على الطياره. مظبوط. لو الراجل ده مش مصحصح ومعاه تيم مصحصح ده كان ممكن يتكلف ملايين ان ما كانش اكتر كمان من عشرات الملايين لمجرد فايوليشن مخالفه صغيره في القانون هو مش مدركها. مظبوط. بس انا عايز اقول لك حاجه، انت قلت تيم مصحصح، طبعا حد فاهم الابعاد بتاعتها، زي كده لما بيجي بيبقى معاه مدرب لياقه ومدرب محامي احمال وبتاع. محامي هو راجل محامي شغلته. ماسك الكلام ده طبعا مليون في المية. يعني انا ما ينفعش اجي اقعد مع الرياضي اقول له لا اصل انت شوت غلط لا مش او بتاعتي. انت بتلعب كاراتيه غلط، مش بتاعتي، ما بخشش فيه. وما ينفعش برضه في نفس الوقت. يعني شريف سأل سؤال قال لك طب ما انت ممكن تبقى انت وكيل، لا ما ينفعش ابقى وكيل، صح. مش بتاعتي. ما دي المرونه بقى اللي بتتكلم عليها، انا امتى اسيب لك حتتك وانت امتى تسيب لي حتتك. بس انما ابقى انا والوكيل نتعاون مع بعض عشان مصلحته، هو ده التيم اللي حواليا، هو ده التيم اللي حواليا. بس انت برضه ما ردتوش عليا في موضوع ان انا ازاي اكسر الصلابه الذهنيه. ما هو انا طالما مش هاخد اتعاب يبقى لازم اخد اجابه، فاهم؟ ازاي تكسر الصلابه؟ يعني عايز نخليها حديث. خليها والله يعني انا شايف ان هي اول حاجه ان احنا العرف والثقافه بتاعتنا لسه ما وصلتش او لم ترتقي بعد ان احنا نشوف قد ايه مهم جدا الدعم القانوني في حياه واحد هيمتهن الوظيفه دي بطريقه احترافيه. في حاجات كتير قوي بتوصل لنا بعد يمكن امريكا واوروبا بكام سنه. احنا حاجه من الحاجات الرئيسيه وهدف من هدفنا يا واصل ان احنا بنحاول نرفع درجه الوعي بالبودكاست اللي احنا بنعمله ده للمنظومه الرياضيه من جهات مختلفه، من صلابه ذهنيه طيب، ومن محاماه، من قانون، من حتى لسه عندنا حلقات هنتكلم في تربيه والحلقه اللي فاتت كان في حلقه برضو عن الكاريزما وازاي يبني كاريزمته. فاحنا بنحاول ناخدها من كذا منظور عشان نرتقي بالرياضيين بتوعنا. فهي جايه ناس زيك شغالين على الارض. انا اسف يعني مع كل احترامي، مش جايين من حته نظريه. انت شغال مع لعيبه على الارض، انت شغال مع لعيبه محترفه يعني على ليفل الاحتراف، فانت عارف المشاكل. فعشان كده احنا كنا النهارده مهتمين جدا احنا نتكلم معاك، يمكن تبقى انت رزق الناس لسه 16 17 18 سنه يوعوا هم محتاجين يركزوا في ايه. فده ردا على سؤالك، انا استفدت في الاجابه. انا عملت زي قاضي بالظبط. انا دخلت درست الدبلومه دي بعد ما اشتغلت مع رياضي. اوكي حلو. يعني انا كنت فاكر ان القانون حرام زي كده، ما ابنه لما لعب قام راح درس بالظبط. انا ابتديت اطور من نفسي عشان ما اقفش هنا. هايل. صح. ابقى عندي وعي، تمام. واحنا البلد بتاعتنا دلوقتي بتدعم ده. هايل. وهل الاداره بتدعم ده؟ حلو قوي. وهل احنا عندنا ناس كتير واخدين الشهادات في القانون الرياضي في مصر؟ ده سؤال فعلا. في ناس كتير. هل يتناسب مع عدد الرياضيين؟ لا ما يتناسبش مع عدد الرياضيين، ولكن في ناس كتير واخداها. وفي خلي بالك يعني انا لما جيت دخلت خدتها الدبلومه دي كانت القانون والاداره الرياضيه. في ناس كتير جدا معايا ما كانوش المحامين اصلا. يعني كنت انا وحوالي 2 كمان هم اللي محامين بيزاولوا المهنه يعني. طب السؤال كده بقى كم محامي في مصر مع الدبلومه دي؟ سؤال $1,000,000. 20 30؟ الحقيقه ما عنديش اجابه قاطعه للرقم، بس هو اللي بيشتغل في المجال الرياضي في مصر قليل. معروفين يعني، احنا بنبقى عارفين بعض والرياضيين ليفل معين يعني الانديه الكبيره والليفل معين بيبقوا عارفين، لان هو عشان قليلين فاحنا كلنا عارفين بعض وكلنا بنطلع في نفس المؤتمرات الرياضيه، بنطلع لنفس المناسبات الرياضيه. بس كل ما بتقل كل ما بيبقى، وده طبيعي، دي سنه كونيه، كل ما انت بتقل الطلب عليك بيزيد فبتبقى غالي. فالولي الامر اللي في كفر الشيخ اللي ابنه جايب له عقد ده هو مش هيقدر يجي لك. فمتهيألي هنا برضو يعني في حاجات كتير ممكن تتعمل تانية، مش انت بس. هو بص لا اسمع احسن تعقيبك عشان الله يخليك. لا يعني حابب اقول لك اجابتي. انا شايف الاجابه شقين، واللعيب مش جزء من الاجابتين دول، مش شقين دول. يمكن انا اوقات كتير باخد صف اللعيبه باعتباره هو المتلقي. فانا شايف في شقين. الشق الاول على المنظومه، ان الاتحادات لازم تهتم بالشق ده. يعني يقول لك بس يبقى في حتى لو بند صغير العقد يتراجع من محامي حتى لو ابوه في الاخر هيمضي، ولكن ادينا قلنا يا جماعه يعني ايه يبقى في الشق اللي طبعا الاتحادات و
وفي شق تاني جزء عليكم، وده اوريدي انا شايفه كمحامين بقى او م. مستشارين قانونيين، وده شايفه بدأ يحصل. الناس دي بدأ يبقى ليها تواجد اكبر على السوشيال ميديا، على م. المنصات الرقميه، عشان يبقى زي ما انت بتقول يا شريف متشافين. ففي الاخر انا في كفر الشيخ، انا في المنصوره، ايوه انا في المنيا، انا شايفك، ارجع لمين؟ ارجع لمين. م. وده هي عارف هيعمل ايه؟ هيبدا يشكل معالم من وعي قليل. الوعي ده هو اللي بعد كده اتصور هيبقى عرض وطلب. ده في رياضيين كتير عايزين محامين، تبدا المحامين تقدم على الدبلومه، فنبدا ايه يحصل الحراك ده يعني. استكمالا بقى للي حضرتك بتقوله حضرتك برضو بتقوله. اتفضل حضرتك. اتفضل يا فندم. انا طالما دخلنا في القانون وبتاع يعني اصل طالما يعني ماشي من غير اساتذه يعني حضرتك انت النهارده في زمن غير احنا كان عندنا في المجال الرياضي القانون اللي بيحكمه كان القانون اللي اصدره سياده الرئيس انور السادات. احنا من 2017 بقى عندنا تطور في المجال ده. قانون رقم 71 سنة 2017 ده قانون رياضة صدر. خلاص في عندك حاجة اسمها اللجنة الأولمبية، عندك مركز التحكيم الرياضي. ماشي دلوقتي احنا في خطوات إنشاء محكمة رياضية. انت عندك مبادرة لتوعية الرياضة، السيد الوزير عامل مجهود عالي جدا. كل حاجة من كل حاجة انت النهاردة ابتديت تاخد خطوات، انما احنا زمان ما كناش بناخد خطوات. ولكن قصة ان احنا بنقل بالعكس احنا بنزيد. بس هي المشكلة في ايه؟ ان هي لما الحاجة بيزيد عليها الطلب انت غصب عنك مش هتقدر تكافئ. يعني انا النهاردة بطلع منتج معين في طلب يعني شاسع على المنتج ده، فانا النهارده ما بيبقاش عندي اكتفاء ذاتي، فبضطر ازود في الانتاج واعلي وبتاع. فانا النهارده لو احنا 20 30 50، لو انا في 1000 رياضي عايزكم، 1000 رياضي عايزنا، احنا مش هنقدر نكفي عليهم. بس فهتلاقي ابتدى بقى ناس تانية تطلع بالظبط، برافو وناس عليك. بتاع وبيتعلموا. وهتلاقي مثلا في المؤسسة عندنا الناس ابتدت تحب الشغلانة. واحد خرج متعلم راح فتح مكتب لوحده، ادي واحد زاد، ادي 2 زادوا، ادي 3 زادوا. طب انت طول ما احنا ماشيين انت خدت دي فين؟ في الحتة الفلانية. انت رحت فين؟ يعني انا لما دخلت خدت الدبلومة دي، الناس كانت كل دفعة كل سنة بتزيد. لما بدأوا كانوا هم مجموعة قليلة جدا ولعيبة معمولة بشكل اللي هم عارفينها من الاتحاد، يعني اللي هو حاجة شهادة لطيفة. فما فيش حاجة بتبدأ من أول يوم تكتسح. ولكن أنا شايف يعني طبعا مجهودكم مشكورا جدا جدا جدا، بس اللي يسرع ويكبر المنظومة دي إن أنت تبدأ توعي من مصدر التوعية اللي هو البيت والبيئة والأسرة. موضوع في مصر سهل، احنا عندنا في احنا لحد النجوع والمراكز والكلام ده السوشيال ميديا والتليفونات والبتاع. الموضوع ما بقتش زي زمان اللي هو احنا قاعدين في الأرض بنحرس وبتاع. ده الناس بقت يعني بتدور على يعني ناس تحرس وتشتغل. فالمواضيع ما بقتش انت بتلاقي ناس مش متعلمة، التليفون بيفهم في التليفون اكتر مني ومنك. بس انت شايف دي مسؤوليه مين؟ يعني مين اللي يخاطب الجموع؟ انا شايف ان هي هل يعني الاتحادات، طبعا الوزاره، النوادي؟ طبعا ما هو الاتحادات اي لعبه ليها ليها صاحب، اتحادها، ليها صاحب، ليها صاحب. ليها صاحب من الاخر بس يعني. يعني زي ما بيقولوا ليها بابا. مم. طب بابا هو اللي يوعي ولاده. صح، انما حلوه الكلمه دي، بابا يعني المجال. بابا حلوة المجال الكلمة دي، بابا المجال. بابا الشغلانه بابا. يعني انت اللي هو الشغل. يعني احنا ايه المشكله لما نيجي النهارده الاتحاد يعمل قايمه ويطلب شروط ومحامين تسجل وبتاع، تبدا تتعامل مع الانديه واحده 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 واحده. المحامين دول بس مقتصرين على مراجعه العقود، بلاش المحامين دول بس مقتصرين ان يتعين منهم في الشؤون القانونيه في الانديه. الفكره دي او تيجي المبدا من ده الاتحاد بتاع الرياضه بتاع اللعب، بتاع صح؟ اللعبه. مليون في المية. سعداء والله بيك يا واصل انا بجد. سعيد جدا 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 ويمكن الحقيقة. هي بنتكلم في القانون والمحاماة بس، يعني انا شايف ان احنا ما تطرقناش لحاجات الامور داخله في بعض، سبحان الله. اتكلمنا الحمد لله. تحب تقول اي حاجة اخيرة، نصايح بقى نصائح عامة يعني لأي حد بيمضي عقد، للعيبه للعيبة، بالظبط. لأولياء الأمور؟ انا شايف ان نصيحتي اللي انا بقولها لنفسي مع ولادي ادور على انسب حاجه احافظ بيها على موهبه او مهاره حتى لو هتكلفني كتير. لان ده
زي التعليم والصحه انا بحافظ على ابني، يعني بحافظ على ابني. وبالنصيحه للرياضيين، اعتقد ان انت مش هتخسر حاجه لو انت خدت خطوات، او ان انت بتدور ازاي تحافظ على نجاحك، تستمر فيه، ما تنجحش تفشل قدام، ده رزق بتاع ربنا. ولكن ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. فطالما انت حولتها من هوايه لشغلانه، يبقى تتعامل معاها ان هي مهنه، تتعامل معاها ان هي شركه، مش تتعامل معاها ان هي بني ادم، مش تتعامل معاها ان هي نفسك، لا خالص. زي ما انت ما بتروح تطور نفسك في ده، شوف انت ايه حقوقك احفظها، وايه التزاماتك قننها، ماشي، واعرف اللي ليك واللي عليك عشان تكسب اكتر والله من واصل الاخر. انا هنا يعني كلمتين جوه الجون، بس انت بتقول مش هتخسر حاجه. انا رايي هو هيخسر كتير جدا لو ما حصلش اهتمام. في الاخر ادي العيش لخبازه، الراجل المدرب مدرب، المحامي محامي، الوكيل وكيل، ان كان المنتل كوتش منتل كوتش، ان كان يعني الاختصاصات. وزي ما هو بيبقى كده، بتلاقيه لعيب ناجح عنده فن اختيار هدايا علشان عايز يروح يتجوز ولا حاجه، انه عنده فن اختيار متخصصين برضه. والله بص، انا مش عايز اعمل دعايه، بس يعني المحاميين وكلاء ودكاتره يعني ما عنديش مشكله. شكرا بجد يا واصل على وقتك وعلى المعلومات اللي انت اديتها لنا. الحلقه فعلا انا شايفها ان هي كان حلقه توعويه. كتير من الناس سواء من اولياء الامور او الرياضيين ممكن يستخلصوا معلومات ذات جوده ليهم جدا وتفيدهم في حياتهم. فشكرا ليك وشكرا لوقتك ونتمنى ان شاء الله يعني لو في سيزون تاني برضو تبقى معانا كده ويبقى القانون اللي انت كنت بتقول عليه، او سوري، المحكمه اتعملت وقانون الرياضية. المحكمه ان شاء الرياضيه، الله. وتبقى دايما في ارتقاء يعني المنظومه ان شاء شاء الله. الله. باذن الله. شكرا ليك يا واصل، شكرا ليكم. مستنيينكم في حلقات جايه من MTC بودكاست. ما تنسوش تعملوا فولو، شير، سبسكرايب. شكرا ليكم.